رولات القلاش بالسبانخ والأجبان. راح أحتاج باكيت من القلاش وربطة من السبانخ مغسول ومفروم، كوب من جبن الفيتا، نص كوب من البصل الأخضر، وإذا تحبون فلفل حار بعد، وكوب من جبن الموزاريلا، ملعقتين من السماق، وربع كوب زيت زيتون. هالمكونات كلها راح نخلطها مع بعض وهي اللي راح تكون الحشوة. 3 أوراق من القلاش نفردهم بهالشكل وندهنهم بالزبدة، نفرد الحشوة ونسوي الرولات. وبالبايركس بعد لازم ندهن الزبدة، نلفها رولات ونصفهم بالصينية. نشوف مقادير التغطية: بيضة واحدة وملعقتين روب وملعقتين زيت زيتون وشوي فلفل أسود، ونخلطهم كلهم مع بعض. بعد ما نمزج الخليط راح ندهن فيه الرولات، وكونوا كريمين ورشوا عليها سمسم، قطعوها بهالشكل حجم اللي تبونه، وراح ندخلها الفرن اللي فتحناه مسبقا على درجة حرارة 180 فوق وتحت. راح تاخذ تقريبا نص ساعة. شوفوا ايش حالاتها عقب ما قطعناها، لذيذة.